اهلا بيكم في وصفة سهلة وبسيطة من قناة سحر المطبخ والابداع. النهاردة معانا كوكيز العسل الاسود. مكوناتنا عبارة عن بيضاية واحدة، كوباية من العسل الاسود، نص كوباية من السمنة او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا 3 كوبايات ونص من الدقيق، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعانا فانيليا. في بولة هنخلط العسل مع البيضة وهنخلطهم كويس. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وسهل وبسيط من قناة سحر المطبخ والإبداع. هنضيف الفانيليا عشان معانا هنا بيضاية، عشان بس البيضاية ما تعملش زفارة ولا حاجة معانا في الوصفة. وهنحط نص كوباية السمنة او الزبدة، هنخلطهم كويس. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط الدقيق بالتدريج واحدة واحدة. هنخلط معانا الدقيق وهنعجن المكونات بتاعتنا كويس مع بعضها. يا ريت تدعمونا باشتراككم في القناة وتفعلوا زر الجرس وكومنتاتكم الجميلة على الوصفة بتاعتنا. وهنبدأ نعجنها بقى. حطينا كده كمية الدقيق كلها، وهنبدأ ان احنا نعجنها كده بايدينا عشان المكونات كلها تختلط ببعضها وتبقى معانا عجينة زي كده. العجينة هتبقى لا هي ناشفة قوي ولا هي طرية، عجينة متوسطة. هنبدأ بالبولة بتاعة الايس كريم علشان تبقى كل الكوكيز بتاعنا في حجم واحد. هناخد قطعة من العجين وندورها، وبعد كده هنحطها في الشوكولاتة زي ما احنا ما شايفين في الفيديو. بندورها كده، بنكورها، وبعد كده بنبططها بسيط ونروح دايسين عليها في الشوكولاتة الشيبس. كده انا عملت الكمية، عملت معايا صاجين. انا يعني سايبة مسافة بين كل واحدة وواحدة علشان ما تفرش معايا وتلزق في بعضها. ودي كانت النتيجة النهائية.